يا أهلا بيكم. هنتكلم عن حاجة كلنا بلا استثناء بنعيشها. دايما بنستخدم كلمة حب، بنقول بنحب، بنشتاق، خايفين نخسر الناس اللي في حياتنا. بس لو ركزنا شوية هنلاقي إن في أوقات كتير جدا اللي بنحسه ده مش حب حقيقي خالص. هو بس واخد شكل الحب من بره، لكن من جوه هو حاجة أعمق وأعقد بكتير. حاجة اسمها التعلق المرضي. النهاردة هنفكك مع بعض الأفكار دي عشان نفهم الفرق العميق بين الحب الحقيقي والتعلق. طيب، خلونا نتعمق في الموضوع ده. الفرق بين الحب والتعلق ممكن يبان بسيط، بس هو في الحقيقة زي الفرق بين السماء والأرض. الحب الحقيقي عامل بالظبط زي ما تفتح شباك عشان تتنفس وتدي براح وحرية للي معاك. لكن التعلق عامل زي ما تقفل الباب بالمفتاح على حد وتقول له أنا بعمل كده عشانك. الحب مبني على الحرية، لكن التعلق جذوره دايما، وبقول دايما، مبنية على الخوف. الخوف من الفقد، الخوف من الوحدة، أو الخوف الداخلي إننا ما نكونش كافيين. القسم الأول حب ولا تعلق؟ عشان نفهم الفرق ده بوضوح، تخيلوا معايا كده اتنين لسه بادئين علاقة. في الأول المرحلة بتكون دافية جدا، كلها حضور واهتمام وتفاصيل حلوة. بس فجأة بيحصل تحول غريب. الاهتمام بيقلب لمراقبة، والحضور بيتحول لقلق مستمر وأسئلة ما بتخلص. النتيجة حالة من التوتر الدائم. ولما نسمع أسئلة تبان بريئة زي كنت فين أو ليه ما ردتش عليا، ممكن نفتكرها حب. بس في الحقيقة السبب الأساسي هنا هو احتياج عميق وعدم أمان جوانا، مش عاطفة حقيقية. الشخص هنا بيبقى بيدور على الطمأنينة مش الحب. والجملة دي بتوضح بعبقرية جوهر الاختلاف. الحب بيقول أنا معاك لأني عايزك، بس التعلق بيقول إيه؟ أنا معاك لأني ما أقدرش أكون من غيرك. الجملتين على فكرة ممكن يبانوا شبه بعض جدا في الكلمات، بس وزنهم العاطفي مختلف تماما. زي ما احنا شايفين هنا، الحب بيدي مساحة، بيكبر الحرية، وبيخلي الواحد براحته على طبيعته. لكن على الناحية التانية، التعلق بيخلي العلاقة كأنها مراقبة، وبيفرض مسؤولية عاطفية ضخمة جدا. يعني إيه؟ يعني التعلق بيجبر الطرف التاني إنه يشيل شيلة مش بتاعته، عبء خفي وتقيل جدا، إنه يكون مسؤول عن استقرار مشاعر شخص تاني طول الوقت. وده حمل بيهد الحيل بمرور الوقت. القسم الثاني، الجذور القديمة للخوف. خلونا ننقل بقى للنقطة دي ونشوف إزاي الموضوع بيكبر معانا. السؤال الأهم هنا، ليه بنتعلق بالشكل ده؟ الإجابة ببساطة في مسار عدم الأمان اللي بيبدأ معانا من وإحنا أطفال. الطفل اللي محسش بالأمان أو اللي كان بيضطر يثبت نفسه عشان يكسب حب اللي حواليه بدل ما ياخده كده ببساطة، الطفل ده بيكبر بس شايل جواه مشاعر مكلكعة وخوف مرعب من الفقد المفاجئ. ولما بيدخل في علاقات بيبدأ يدور على الأمان اللي ناقصه وبيحب بقلق رهيب. هو في الحقيقة بيحاول يملى فراغ قديم من أيام الطفولة، مش مجرد بيعيش علاقة في الحاضر. الفراغ القديم ده بقى بيظهر في تصرفاتنا اليومية بشكل غريب جدا. يعني مثلا تلاقي الشخص مش قادر يهدى لو الرد على رسالته اتأخر شوية، أو بيشوف أي مسافة عاطفية بسيطة إنها خلاص دي النهاية، أو يفسر السكوت على إنه رفض تام ويعتبر انشغال الطرف التاني إهمال متعمد. المهم هنا يا جماعة إننا نفهم إن ردود الأفعال دي مش ضعف شخصي أبدا، دي نابعة من خوف متخزن ومتعلم من زمان، خوف إن الأمان ممكن يتخطف فجأة ومن غير أي إنذار. القسم الثالث، وشوش الخوف في العلاقات. الصدمات مش بس بتطلع لنا ناس بتتعلق بزيادة، لا، دي ممكن تعمل العكس تماما. عندنا هنا نقيضين: الشخص القلق اللي بيلزق بزيادة ومرعوب إنه يخسر الطرف التاني، وفي المقابل الشخص المتجنب اللي بيبان من بره بارد وبعيد جدا وبيخاف يقرب قوي من حد. بس تفتكروا الشخص البارد ده قوي؟ خالص. هو في الحقيقة بيبني حيطة سد عشان يحمي نفسه وما يتوجعش تاني بجروح قديمة، وكأنه بيقول لنفسه أنا مش هحتاج حد عشان ما تكسرش تاني. يبقى النقطة الجوهرية هنا هي، بالرغم من إن تصرفاتهم عكس بعض تماماً، بس الشخص القلق والشخص المتجنب هما الاتنين بيدوروا على حاجة واحدة بس: الأمان. النقيضين دول مجرد طرق دفاعية مختلفة لنفس المشكلة العميقة، وهي غياب الأمان من جواهم. وطبعا ما ننساش الضغط النفسي اللي بيلعب دور كبير. الخطوات دي بتوريني ازاي الارهاق النفسي بيقلل قدرتنا اننا نسيطر على مشاعرنا، وده بيزود الحساسيه العاطفيه جدا، والنتيجه بتكون يا اما تعلق مرضي شديد يا اما انعزال وانسحاب تام. الضغوطات الخارجيه بتخلي الانماط دي تظهر على السطح بقوه، وتخلي الشخص يا محتاج اهتمام بجنون يا بيبعد بشكل ملحوظ وقت التوتر. القسم الرابع، مسار الوعي والتعافي. طيب، بعد ما فهمنا الجذور والمشاكل دي كلها، إزاي بقى نصلح ده؟ إزاي نبني علاقة صحية؟ الحب الحقيقي يا جماعة مش معناها إننا نكون مستقلين لدرجة إننا ما نحتاجش لحد خالص، لأ. الحب الحقيقي هو إننا نكون مع بعض بس من غير ما نضيع هويتنا، إننا نحب من غير رعب مستمر من إن العلاقة تخلص،
نشتاق لبعض من غير ما نتهد لو الطرف التاني غاب شوية، ونعيش القرب من غير ما نحس إننا مخنوقين. ببساطة هو إننا نشارك حياتنا مع حد من غير ما نتخلى عن نفسنا. ودلوقتي خلونا ناخد لحظة صفا كده مع نفسنا، ونسأل نفسنا بهدوء ومن غير أي أحكام. هل أنا بحب الشخص ده بجد؟ ولا أنا بس مرعوب إني أخسره؟ هل وجوده في حياتي مخليني راسي ومستقر وهادي، ولا مخليني دايما على أعصابي وفي حالة توتر وقلق ما بنتهيش؟ إجابة السؤال ده بتكشف لنا الأساس العاطفي اليومي للعلاقة بتاعتنا. طب هل بقدر أكون على طبيعتي 100% معاه، ولا أنا طول الوقت عامل زي اللي ماشي على قشر بيض وبراقب كل كلمة وتصرف بطلعه؟ العلاقة الصحية أساسها الراحة والصدق، مش الحذر المستمر. والسؤال الأخير بقى، واللي بيعتبر الاختبار الحقيقي للفرق بين الحب والاعتمادية: لو الشخص ده مشي وخرج من حياتي، هل هكون مجرد إنسان حزين زعل طبيعي، ولا هحس إني تهت وانتهيت وضعت بالكامل؟ دلوقتي المثير للاهتمام بجد في الأسئلة دي هو إنها مش معمولة أبداً عشان نجلد بيها نفسنا. الأسئلة دي عشان نفهم بس إننا نشوف النمط ده بوضوح قدام عينينا وبدون أي أحكام قاسية على نفسنا. دي أول وأهم خطوة عشان نخرج من الفخ بتاع التعلق المرضي. دي خطوة كلها طبطبة وتعاطف مع نفسنا، وبداية حقيقية للتغيير والشفاء من جوه بجد. هنختم مع بعض بالخلاصة الجميلة دي: الحب الحقيقي بيبدأ من جوه، لما الإنسان يحس إنه كافي. لما نعالج جروحنا القديمة ونلاقي قيمتنا جوانا إحنا، هو ده المفتاح السحري لعلاقات صحية وهادية. لما نحس إننا نستاهل نتحب حتى في أكتر لحظاتنا ضعف، مش هنضطر أبداً نكلبش في اللي قدامنا بدافع الخوف. ساعتها هنكون معاهم بس عشان إحنا حابين وعايزين وجودهم في حياتنا. فكروا في الجملة دي كويس واسمحوا لنفسكم تبدأوا الرحلة دي من جواكم. يا ترى بقى إيه هي أول خطوة هتاخدوها النهاردة عشان تملوا الفراغ ده وتكونوا فعلاً كافيين لنفسكم؟